شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم اني راح احكي بموضوع راح ينرفز هواي ناس. ليش؟ انا راح افهمكم ليش. نبدي بالتسلسل، نبدي بالبساطة. شخص من يتخرج مثلا ورا ما يدرس، ورا ما يبذل جهد تعب وينطي من وقته على مود يتعلم وياخذ شهادة، على مود يشتغل ويعيش يعني حياته. هذا الشخص يخلص دراسة على مود ياخذ شهادة ويبدي حياته، يريد يدور شغل بالمجتمع اللي عايش فيه. قولوا هذا الشخص يعني ما عنده فكرة على المجتمع اللي هو عايش فيه. سوي الإضاءة يجوز هيجي أحسن. إذا هذا الشخص ما عنده فكرة على المجتمع اللي هو عايش بيه، درس تخرج دور شغل، متى يلقي شغل؟ سنة سنتين أو أكثر، وقت دا يمر وأنا اللي تعلمته وين دا يروح. شلون يعني أطبق؟ شلون الناس اللي تخرجوا يطبقون اللي تعلموا، اللي درسوا، اللي شلون يشتغلون، شلون يلقون هالفرصة؟ اكتشفوا إنه بهذا المجتمع أكو وسيلة، بس مو الكل تقدر عليها. أكو وسيلة مو من اجتهادهم، مو من العلم اللي هم أخذوه بالدراسة، لا، أكو وسيلة تنطي فلوس، تشتري مكانك. يعني اللي عنده فلوس ممكن أشتري مكاني، مو بالعلم اللي أنا عندي، لا، بفلوسي أشتري مكاني، أضمن حقوقي. اللي ما عنده فلوس منو ينطي الفرصة اللي يقدر مثلا يشتغل بيها وينجح بيها؟ إذا الدولة والمجتمع مبنية على أساس إنه كل شيء، حتى مكاني أنا ورا ما أتخرج، حتى لو إذا عندي معاملة أوراق أريد أسويها، حتى لو إذا أريد أطلع جواز أو أي شيء، لازم أدفع فلوس على مود أموري تمشي. اللي نقدر نفتهمه إنه أكو فساد. سمحوا لي أنطي رأيي بهذا الموضوع حتى لو إذا أنا ما عشته. هيجي مجتمع مبني على فساد، مبني على لا تقدير بالعلم اللي أنت عندك إياه. حتى مرات أتساءل أقول هذا اللي عنده شهادة يجوز هم اشترى الشهادة مالته، هو ما عنده علم أصلاً باللي درسه وباللي قرأه، مجرد عنده شيء اسمه شهادة. بس هل هذا ربحها ورا سنين تعب، قراية، جهد؟ إذا الأساس كله معفن، الأساس كله فاسد، شلون تريدون الناس تمشي بالطريق الصح؟ شلون تريدون الناس تخطي خطوة زينة؟ إذا المجتمع باني هالصورة وباني بس هذا الطريق ويقول لك ماكو غير طريق إلا هذا لازم تمشي بيه، يعني شنو تجبرني إنه أنا همين أصير إنسانة فاسدة؟ تجبرني إنه أنا همين لازم أمشي بهذا الطريق اللي أصلاً بدولة عود مسلمة، بدولة تعرف الله، بدولة عندها الدين تقدر تمشي عليه؟ هل هو هذا الطريق الصح؟ ديننا يخلينا يسمح لنا نخطي هاي الخطوة؟ من المستحيل نقبلها على نفسنا. شنو الحل؟ شنو الحل؟ أنا عايشة بهذا المجتمع، أكو بس صورة واحدة وطريق واحد، طريق الفساد. لازم أدفع فلوس عم تشتري حقوقي، بدون فلوس أنا شو أسوي؟ شو نسوي بالمجتمع؟ شلون إحنا نطلع من هالدوامة مال المجتمع الفاسد اللي يخلينا أصلاً نتظاهر بكل شيء؟ نتظاهر بالإسلام، نتظاهر إنه عندنا دين، نتظاهر بالإيمان، مظاهر، لأن ورا هذا المظهر أكو شيء اسمه خلنا نعطيك هاي، مشي لي إياها عافية، مشي لي إياها. شنو الحل هنا؟ أني إذا أريد أصير إنسانة زينة، أريد أختار الأشياء الزينة، أريد من أخذ خطوة ما أريد أوسخ رجلي، أريد طريق زين، أريد طريق صحيح. شلون؟ هل طريق صحيح بهالمجتمع موجود؟ أكو كامة طرق موجودة. إذا أكو مشكلة قدامك ماكو بس حل واحد. إذا المجتمع طاك صورة واحدة وطريق واحد وقال لك خلاص بس هذا الطريق وانت لازم تقتنع وتآمن بهذا الطريق وتستسلم، عود لازم تستسلم على هالحال. ليش؟ انت مجبور تستسلم على هالحال؟ لا. شنو هو الحل؟ لما تطلع من الدوامة المرسومة قدامك مال فساد، ما تبني حياتك على فساد، اطلع منها. خلنا نحكي هسه شنو الاختيار؟ هواي حكيت. شنو الحل؟ اولا عرفنا انه ماكو بس حل واحد، ما نستسلم على هذا الحل لان احنا مقتنعين انه هو صح. بالمثال اني عندي شهادة مهندس
كهرباء، عندي معلومات اريد اطبق، اريد اشتغل، ما حد ما يفتح لي بابه، كلهم يريدون فلوس. هل راح استسلم واقعد وكل شيء ما اسوي اظل افكر فكرة انه هذا المجتمع هو خايس، هذا المجتمع ما خلاني احقق اللي اريده، هذا لا عيني، دي حلول مختلفة. شنو الحلول الصحيحة؟ اقوي نفسي، لان هاي الخطوة يحتاج لها قوة، لان انا راح اخطي خطوات نص المجتمع يخاف يخطيها، يخاف من يجوز ايش راح يقولون علي الناس، ايش حيفكرون علي الناس، ليش مو الكل تخطي هاي الخطوة، يراد لها شجاعة. انت هنا لازم توقف على مود نفسك، على مود حقوقك بالطريقة الصحيحة. أنا تخرجت، الشركات كلهم سادين بابهم بوجهي، ما يخالف أسوي كارتات. أنا عندي شوية فلوس، ما عندي هواية فلوس، خلي أستثمرها بيا. أنا أسوي لي كارتات باسمي، أكتب مهندس كهرباء مثلا، أو محامي، أو أي شيء. أنت يعني عندك شهادة، أو حتى إذا ما عندك شهادة ما يخالف، ما عندك شهادة اكتب الشيء اللي أنت تعرف تسويه. مثلا تصليح مكيفات، تعرف تصلح شيء اكتب تصليح كذا. شغل مثلا تصليح أي شيء بالبيت، اكتب اللي أنت تقدر تسويه، اسمك اكتب اللي أنت تقدر تسويه. ما عندك فلوس تسوي هالكارتات، اشتري لك أوراق، ورقة وقلم، قطعهن، اكتب اسمك، اكتب الشغل، المهنة أو أي شيء أنت تعرف تسويه ورقمك. روح على المحلات، روح على الناس، احكي ويا الناس، عرف نفسك، اطلع من العالم اللي دا تشوفه. لا تقتنع باللي دا يصير، مو كل شيء دا يصير قدامك هو يعني تستسلم إله. لا، نهدأ شوية. ما عندك فلوس، ورقة وقلم، اكتب اسمك، اكتب اللي تقدر تسوي، اكتب رقمك. ما عندك رقم، اكتب عنوان مكان الناس تقدر تلقاك بيه، هي تجي عليك. الناس من يشوفون هيجي شخصيات شاطرة تريد تشتغل صدق على باب الله يعني وتسوي صحيح، شلون الله ما يوفقك هنا بهالخطوة هاي؟ شفت غلط بهالخطوة؟ حسيت انه اكو غلط بهالخطوة؟ لا، اكو جرأة، قوة، شجاعة، سوي هذا الشيء. ليش ما تسوي هذا الشيء؟ الشخص هيجي قدامي يجي ويقول لي اخذ من وقتك، اسلوب طبعا يراد اسلوب، هذا الاسلوب نتعلمه يعني ما يخالف. اتعلم شلون تتواصل ويا الناس، بس اخذ من وقتك دقيقتين. اني دا ادور شغل، سويت كارتات ما شغل الي. هنا دا تشوف الناس انه انت باللي دا تسويه، باللي دا تشوفه تعبت بيه، فاللي قدامك راح يقدر هذا الشيء، راح يوقف ويسمعك، ويجوز اصلا اقتنع انه يريد بس يساعدك. خلي ايمان بنفسك، ايمان بالقدرة اللي عندك، بالمعلومات اللي عندك، بالشغلات اللي تقدر تسويها. خلي ثقة بنفسك. اخذ من وقتك دقيقتين، سويت هالكرتات على مود اشتغل بيهن، لان اني تخرجت هيجي وتعيين. تعرف اني ما اريد انطي فلوس عم تتعين. يا اخي قول لي حقيقة، ليش ما تقول لي حقيقة؟ عيب واحد يقول لي حقيقة؟ شايفة قدية، لو ما يصير مو قدية. انا اشوفها هاي شجاعة، قوة اصلا. فبأي مكان شوف لك مكان تقدر تمشي بيه بدون ما توسخ نفسك. حلول كومة، نتعلم الاسلوب، نتعلم التواصل، شلون نتواصل ويا الناس، نحكي ويا الناس، نتعلم من الغلط. احنا ما حد معصوم، احنا بشر نغلط، احنا بشر نغلط ونشوف الغلط، ما يخالف. يراد لها شجاعة خرافية للإنسان اللي يعترف من يغلط. كل لحظة تقدر تسوي اختيار جديد، تفكر فكرة جديدة، تعلق إشارة وتروح على الطريق الصحيح. بس يعني مو كل شوي تعلق إشارة أحسه يفيدني وأروح على ذاك الطريق من أحسه يفيدني. لا عيني، على مدى تضحك على نفسك. كن صريح ويا نفسك. انت كل حياتك عايش ويا روحك ويا نفسك، كن صريح وياها، ما عليك هسه بالناس. صار لك عايش عمر انت بينك وبين نفسك، تعرف كل شيء. ترى انت تشوف نفسك، تعرف من انت تختار الصح والغلط. يجوز تقدر تكذب على الناس بس على نفسك لا. فمن هسه على مود نفسك شوية اتعب.
طبعا شكرا للمشاهدة، وأنا آسفة إن تحمست هواية، بس هذا الموضوع كلش مهم. وأشكر كل واحد وكل وحدة وكل إنسان باوع هذا الفيديو من البداية للنهاية وافتهمني وافتهم الفكرة، وإن شاء الله كلنا نختار الطريق الصحيح. مع السلامة.